Hello everyone، معاكم ميس ياسمينة teacher of English وانت بتتفرج على English with ياسمينة. طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، النهارده بإذن الله هحل معاكم التقييمات اللي الوزارة منزلاها. كل أسبوع إن شاء الله في نفس الميعاد هنزل لكم فيديو بحل التقييمات اللي قدامك دي. طبعا زي ما انتم عارفين الأسئلة دي بتكون مهمة جدا ونشوف من خلالها الأفكار اللي ممكن تجيلك في الامتحان. فيلا كده نسمي الله ونبدأ مع بعض. وللناس اللي مش عارفة، أنا بدل ما انت تفضل تلف على البي دي اف وانا مش عارفه احمله، طب حد يبعتهولي، طيب فانا حاولت اسهل الدنيا عليكم وعملت لينك هسيبهولك في الديسكربشن لجروب التليجرام. هتلاقي لينك الفيديو بالبي دي اف تحته على طول علشان ما تاخدش اي وقت خالص ويكون معاك البي دي اف موجود دايما. يلا نبدا كده مع بعض. بيقول لي هنا the plane was traveling at a of 500 kilometer an hour. بيقول ان الطياره كانت مسافره بايه 500 كيلو متر في الساعه. هو 500 كيلو متر في الساعه دي تعتبر ايه؟ weight وزن ولا depth عمق ولا speed سرعه ولا height ارتفاع؟ طبعا 500 كيلو متر في الساعه ده على طول speed سرعه. بعد كده بيقول لك can we go to the club tomorrow؟ هل نستطيع اننا نذهب للنادي غدا؟ قال له sorry أنا آسف I can't أنا مش هقدر I don't space enough time أنا لا حاجة وقت كافي. هقول له I don't build enough time. build يعني يبني ولا wait ينتظر ولا have يمتلك ولا spend ينفق. أكيد هقول له I don't have enough time أنا ما عنديش وقت كفاية. بيقول لك there is a space on my phone which tells me the weather in my city. يوجد ايه على تليفوني اللي بيقول لي الطقس في المدينة بتاعتي؟ يوجد ايه؟ اب تطبيق ولا سكرين شاشة ولا باتري بطارية ولا تشارجر شاحن؟ طبعا اكيد يوجد تطبيق. في تطبيق بيقول لي الطقس في المدينة بتاعتي عامل ايه. بعد كده بيقول do you think that it will be easier to A from Arabic to English؟ هل تعتقد أنه سوف يصبح أسهل إننا حاجة من عربي لإنجليزي؟ طبعا عايزة أقول إننا نترجم من عربي لإنجليزي. طيب translate يعني يترجم، translation الترجمة، دي مش الإجابة دي الإجابة. أنا عايزة الفعل إننا نترجم من إنجليش لعربي. وpredict يعني يتنبأ، promise يعني يوعد. بيقول لك the tourists took the road south by space but they wanted to go north. بيقول ان السياح اخدوا طريق الجنوب بالايه بس هم ارادوا ان هم يروحوا الشمال. طيب يعني هم كده غلطوا في الطريق صح؟ طب اقولها ازاي دي؟ correction تصحيح ولا lever اللي هي الهاندل او المقبض ولا mistake خطأ ولا right صح؟ طبعا عندي by mistake معناها عن طريق الخطأ، هي دي الإجابة. هم خدوا طريق الجنوب عن طريق الخطأ، هم كانوا عايزين يروحوا الشمال. بيقول لك علي drinks a lot of coffee. علي بيشرب قهوة كتير. he is a to it. واحنا بنشرح اليونت ده قلت لك anything you do a lot أي حاجة أنت بتعملها بكثرة and you can't stop it ومش قادر توقفها it's kind of addiction. ده نوع من الإدمان. طب هنا بيقول لك إيه؟ علي بيشرب قهوة كتير قوي. هو إيه ليها أو للقهوة؟ الإجابة هتبقى he is addicted to it. هو مدمن للقهوة. damaged يعني تالف أو مدمر، broken يعني مكسور، وhated الماضي من hate يكره. بيقول لك in your opinion في رأيك which is the most important A in modern life؟ ايه هو أهم ايه في حياتنا الحديثة؟ هقول ايه هو أهم ايه؟ invention اختراع ولا invitation دعوة ولا speed سرعة ولا shopping التسوق؟ أنا هسأله ايه؟ ايه هو أهم اختراع صح؟ وخد بالك فرق بين invitation و invention. دي اللي معناها اختراع، دي معناها دعوة. بقول لك I am a to fish أنا حاجة للسمك when I eat it لما باكله it makes me ill بيخليني مريض أو تعبان. بص كده معايا anything you eat smell touch and make you ill أي حاجة بتاكلها بتشمها بتلمسها وبتخليك مريض أو تعبان يبقى أنت كده عندك حساسية. طب يعني إيه أقول أنا عندي حساسية لكذا؟ I am
allergic to fish. أنا عندي حساسية للسمك. popular يعني شائع، broken مكسور، و addicted يعني مدمن. بيقول I think it's a to travel in time. It can't happen. يعني لا يمكن أن يحدث. بيقول أنا أعتقد إن حاجة إننا نسافر بالزمن أو عبر الوقت، يعني ده مش ممكن يحصل. مش ممكن يحصل ده معناه إيه؟ important مهم، ولا impossible مستحيل، ولا easy سهل، ولا possibly من الممكن؟ طبعا بيقول لك it can't happen مش مستحيل يحصل، يبقى الإجابة هتبقى impossible مستحيل. بيقول لك we can only travel through a not time. احنا نقدر بس نسافر خلال a مش الوقت. احنا بنسافر خلال travel through space، بنسافر خلال الفضاء، انما الوقت لا. كلمة place يعني مكان، replace يعني يستبدل، و advice يعني ينصح او نصيحة. يلا بيقول لك ايه؟ Do you space the weather will get hotter in the future؟ هل انت حاجة الطقس سوف يصبح أكثر حرارة في المستقبل؟ هقول له do you ايه؟ Do you expect ولا accept ولا accept ولا invite؟ لازم تعرف الفرق. كلمة expect يعني يتوقع، كلمة accept يعني يقبل، وكلمة accept دي معناها باستثناء شخص أو باستثناء شيء، وinvite يعني يدعو، يعزم حد على عشاء على فرح. يبقى طبعا الإجابة do you expect؟ هل أنت تتوقع أن الطقس سوف يصبح أكثر حرارة في المستقبل؟ يلا السؤال ده اتكرر تاني، لسه حلينه فوق وجه تاني. بيقول لك the tourists took the road south by space but they wanted to go north. بيقول ان السياح اخدوا طريق الجنوب بالايه، هم كانوا عايزين يروحوا الشمال. قلنا عندي by mistake عن طريق الخطأ. بعد كده بيقول لك it was cloudy this morning. الجو كان مليان سحب او ملبد بالغيوم. weird. But the clouds soon space when the sun came out. بص بقى معايا، انا عندي but تعبر لي عن التناقض. يعني ايه التناقض؟ تربط لي جملتين عكس بعض. انا دلوقتي بقول لك جمله اهي، كتبت لك but، يبقى الجمله الثانيه هتبقى عكسها على طول، لان but اصلا معناها ولكن، زي كلمه بس عندنا كده. يعني اقول لك ايه؟ انا بحب الانجليش بس ما بذاكروش. يلا يبقى بيقول لك هنا الجو كان ملبد بالغيوم هذا الصباح، بس السحب ايه لما الشمس طلعت؟ هقول السحب ايه؟ appeared ظهرت، لما الشمس طلعت السحب ظهرت، طبعا لا هي اصلا موجوده. ولا disappeared اختفت لما الشمس طلعت، ولا explored استكشف، ولا damaged اتدمر؟ طبعا الاجابه هتبقى disappeared، السحب اختفت لما الشمس طلعت. بعد كده بيقول لك he likes to spend much time، بيحب ان هو يقضي وقت كتير space screens. دي في فروق الكلمات اللي واحنا بنشرح قلنا يا جماعه لو سمحتوا خلوا بالكم ان فروق الكلمات مهمه جدا. كلمه screen بيجي معاها on screens يعني على الشاشات. بيقول لك I'd like to aim my new photos with my friends on the internet. بيقول انا بحب ان انا صوري الجديده مع اصدقائي على النت. discuss هناقش في الصور، ولا share اشارك، ولا cut يقطع، ولا explore يستكشف؟ طبعا الاجابه هتبقى share، بحب اشارك الصور بتاعتي مع صحابي. بيقول لك I would like to play video games in the evening. انا بحب العاب فيديو في المساء. to play العب، ولا change يغير، ولا exercise يتمرن، ولا test يختبر؟ طبعا الاجابه هتبقى to play video games، ان انا العب العاب فيديو. بيقول لك it's a good idea to play games in the evening. هي فكره جيده ان انت تلعب العاب في المساء. noisy يعني مزعجه، ولا quiet هادئه، ولا exciting ممتعه، ولا fast سريعه؟ طبعا فكره جيده ان انت تلعب العاب هاديه بالليل عشان ما يجيلكش صداع وتعرف تنام. بيقول لك كلمه quiet has the same meaning as. quiet نفس معنى كلمه poor فقير، ولا rough صلب او قاسي، ولا positive ايجابي، ولا calm هادئ؟ طبعا quiet وهادئ
quiet و calm has the same meaning، الاتنين نفس المعنى، معناهم هادئ. يلا بيقول لك if you use space you will be able to talk to people on the internet. لو انت بتستخدم ايه هتبقى قادر ان انت تتكلم مع الناس عبر الانترنت. لو انا بستخدم ايه؟ سوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي، ولا كارز العربيات، ولا موتور بايك الدراجة البخارية، ولا دوجز الكلاب؟ طبعا اكيد سوشيال ميديا. لو بستخدم مواقع التواصل الاجتماعي هقدر اتكلم مع الناس في النت. بيقول لك space is a pain in your head. ايه هو اللي ألم في رأسك؟ طبعا ده الصداع، يبقى الإجابة stomach ألم بالمعدة، headache صداع، toothache ألم بالأسنان، وعندي كلمة backache ألم بالظهر. بص كده، دي كانت الكويستشنز أو الأسئلة اللي جت عندك في الأسبوع الأول. زي ما قلت لك ان الاسئله دي مهمه جدا. انا الترم الاول عملت ايه؟ جمعت كل الاسئله دي وحليتها معاك مره واحده بس. يعني الترم ده حاسه ان احسن وافضل واريح ليك كمان اننا نحل الاسئله دي اول باول علشان نركز عليهم يعني ايه accurately او بدقه اكتر. لو انتوا محتاجين اي حاجه ممكن تكتبوا لي في الكومنتس و see you next time.